السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الإخوة والأخوات الكرام، أهلا ومرحبا بكم في خاطرة إيمانية جديدة بعنوان المشاكل الزوجية. والمشاكل الزوجية دي يا جماعة مش بس خناقات يومية، لا، دي نار ممكن تهدم بيت كامل أو تكون جسر يوصلنا للسعادة والسكينة. وفيديو النهاردة ده لكل شاب أو بنت مقبلين على الزواج، ولكل زوج وزوجة حاسين إن بيتهم بيتأثر بالمشاكل. ما تفوتش الفرصة، يمكن الكلمة اللي هتسمعها النهاردة تكون سبب في إنقاذ بيتك وحياتك. كلنا يوم ما دخلنا عش الزوجية كنا بنحلم بالسعادة، بالضحكة اللي تملى البيت، وبالونس اللي يعوض تعب الدنيا. لكن بعد فترة بتبدأ الخناقات وتظهر الاختلافات، ويبقى البيت اللي المفروض يبقى جنة بيتحول أوقات لساحة حرب. السؤال: ليه بيحصل كده؟ وليه بدل ما نعيش في مودة ورحمة زي ربنا ما قال، بقينا نعيش في خصام وزعل؟ الحقيقة يا جماعة إن المشاكل الزوجية مش نهاية، لكنها اختبار. يا إما نتعامل معاها صح ونطلع أقوى، يا إما نسيبها تكسرنا وتكسر بيتنا. قال الله تعالى موضحا الهدف الأساسي من الزواج: ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة. يعني الجواز مش مبني على صوت عالي وخناق، لا، لكن على سكينة وراحة وطمأنينة. النبي صلى الله عليه وسلم قال: خيركم خيركم لأهله وأنا خيركم لأهلي، رواه الترمذي. وده معناه إن معيار الخير مش بس في الشغل ولا في علاقتنا بره البيت، لكن في تعاملنا مع أقرب الناس لينا. النقطة الأولى إن شاء الله اللي هنتكلم عنها النهاردة وهي سوء التواصل. سوء التواصل بين الزوجين، ودي واحدة من أكبر مشاكل الجواز. إن الزوجين مش بيعرفوا يسمعوا بعض، كل واحد عايز يثبت إنه صح وصوته أعلى. إنما الحوار الحقيقي معناه إنك تسمع قبل ما ترد. النبي صلى الله عليه وسلم قال: الكلمة الطيبة صدقة، رواه مسلم. الكلمة الطيبة دي مش بس بتبني القلوب، دي كمان بتهدي النفوس. لما جوزك يكلمك اسمعيه، ولما مراتك تفضفض لك اسمعها. حتى لو مش قادر تحل المشكلة، مجرد انك تسمع وتحس بيها ده في حد ذاته اصلا حل. وهدي لحضرتك مثلا: زوج بيرجع من الشغل تعبان، مراته تقابله بعصبية: انت مش شايف البيت محتاج مصاريف؟ فيرد عليها: وانا هجيب منين؟ ويبدأ الخناق. لكن لو الكلام اختلف، يعني مثلا لو الزوجة قالت: انا عارفة انك تعبان وبتحاول، بس محتاجين نرتب المصاريف مع بعض، الفرق كبير. نفس الموضوع، لكن الكلمة الطيبة حولت النار لمية باردة. الحل يا جماعة: اسمع قبل ما ترد. جرب تقول جملة طيبة حتى لو قلبك مش قادر. صدقني الكلمة دي ممكن تغير يوم كامل. والنقطة الثانية اللي هنتكلم عنها النهاردة وهي الضغوط الاقتصادية. الفلوس يا جماعة سبب كبير للمشاكل. واحد يشتكي إن الدخل مش مكفي، والتاني يحس إن شيلته بقت تقيلة. ربنا قال إيه؟ ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. وده معناه إن الرزق مش بإيدينا ولا بإيد حد، الرزق بإيد ربنا. الحل إننا نكون شركاء في الصبر والرضا. لو الظروف ضاقت اتعاونوا بدل ما تتخانقوا. حتى الكلمة الطيبة في وقت الضيق بتفرق، بتدي طمأنينة أكتر من أي فلوس كمان. وهدي لحضرتك مثلا: زوج وزوجة حياتهم كلها مشاكل بسبب المصاريف، لغاية ما قرروا يقعدوا مع بعض آخر كل شهر يكتبوا إيه الأولويات وإيه اللي ممكن يستنى. بقى يضحكوا وهم بيكتبوا بدل ما يتخانقوا. النتيجة: الهم خف وبقى فيه إحساس بالشراكة. الحل هنا مش دايما في زيادة الدخل، لا، لكن في إننا نكون إيد واحدة. الكلمة الطيبة والصبر أوقات أهم من أي زيادة في الراتب. وثالث حاجة هنتكلم عليها النهاردة هي التدخلات الخارجية. كتير من البيوت بتتهد مش بسبب الخلاف نفسه،
لكن بسبب تدخل اطراف تانية، ام، اخت، صاحب، يدخلوا في كل تفصيله. النبي صلى الله عليه وسلم حذر وقال: ليس منا من خبب امراه على زوجها، رواه ابو داود. يعني اللي يفسد العلاقه بين اتنين بيتحاسب عليها حساب شديد، لانه فعلا بيعمل ذنب كبير. والحل ايه؟ خلي مشاكلكم بينكم، ولو هتلجأوا لحد يحل يبقى شخص حكيم محايد، مش بياخد طرف ضد التاني، لان البيت ليه اسراره، والسر لو خرج الثقه بتروح. وهدي لحضرتك مثل: زوجه كل مشكله صغيره تروح تحكيها لمامتها، الام تاخد موقف وتقول ما ينفعش تعيشي كده، فتكبر المشكله. لكن لما قررت تحل مشاكلها مع جوزها من غير طرف ثالث، العلاقه اتحسنت بشكل كبير. واللي عايز اقوله لحضرتك: حافظ على اسرار البيت. لو هتلجأ لحد يبقى شخص حكيم محايد، مش حد يزود الطين بله. ورابع حاجه هنتكلم عليها النهارده: الغضب وفقدان السيطره. الغضب يا جماعه زي النار، يولع في ثانيه ويسيب جروح طول العمر. النبي صلى الله عليه وسلم قال: ليس الشديد بالسرعه، انما الشديد الذي يملك نفسه عند الغضب، رواه البخاري. يعني القوي مش اللي بيكسب خناق، القوي اللي يعرف يمسك نفسه وقت العصبيه. جربوا كده لما الغضب يزيد، قول اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، او سيب المكان، خد نفس عميق. صدقني ثواني من التحكم في نفسك ممكن تنقذ سنين من العمر مع شريك حياتك. وهدي لحضرتك مثلا: زوج رجع متعصب من الشغل، مراته كلمته بكلمه بسيطه، قام اتعصب وزعق جامد. بعد ساعه ندم، لكن الكلمه الجارحه فضلت في قلبها شهور. في المقابل، في راجل تاني كان لما يتعصب يخرج يتمشى ربع ساعه ويرجع البيت هادي. مراته عرفت انه بيتجنب الخناق، فبقت تستناه لغايه ما يهدي. واللي عايز اقوله لحضرتك: لما تحس ان الغضب بلغ منتهاه، استعذ بالله، غير مكانك، او اسكت لحد ما تهدى. ده مش ضعف، دي قوه حقيقيه. وخامس حاجه هنتكلم عنها النهارده وهي غياب الموده والرحمه. يا جماعه البيت من غير موده ورحمه يبقى زي الجسم من غير روح. ربنا وصف العلاقه الزوجيه وقال: وعاشروهن بالمعروف. المعروف مش بس اكل وشرب، المعروف ده كلمه حلوه، ابتسامه، حضن وقت التعب. جرب تقول لمراتك كلمه حلوه وانت داخل البيت. جربي تبتسمي في وش جوزك وهو راجع تعبان. يا جماعه الحاجات الصغيره دي هي اللي بتخلي البيت جنه، وغيابها هو اللي يخلي البيت جحيم. وهدي لحضرتك مثلا: زوجه فضلت سنين تقول جوزي عمره ما قال لي كلمه حلوه، وفي يوم واحد قرر يغير، قال لها ربنا ما يحرمني منك، انت سندي. الكلمه البسيطه دي يا جماعه رجعت لقلبها الحياه وخلت حياتهم سعيده. جربوا جربوا الحاجات الصغيره دي، هديه بسيطه، ورده، كلمه طيبه، دي الحاجات اللي بتحافظ على حياه الحب. واخيرا هقول لحضرتك حاجه مهمه جدا: على فكره المشاكل الزوجيه مش عيب، العيب اننا نسيبها تكبر لحد ما تهد البيت. الجواز رحله فيها لحظات ضحك وحب، وفيها كمان امتحانات صعبه. اللي بيعدي الامتحان مش اللي ما عندوش مشاكل، لا، لكن اللي بيعرف يديرها بحكمه. افتكر دايما ان الموده والرحمه هم سر السعاده. افتكروا ان ولادكم بيتعلموا منكم ازاي يحبوا وازاي يتعاملوا. افتكر ان كل كلمه طيبه، كل صبر، كل تنازل بسيط ممكن يحول بيت مليان توتر لبيت مليان دفى وحب. اهم حاجه ما تخليش الشيطان يفرق بينك وبين زوجتك، لان ده اكبر هدف له. اتمسكوا ببعض، ودايما خليكم سند لبعض. يا جماعه المشاكل الزوجيه مش علامه على ان الجواز فشل، بالعكس، هي فرصه نعيد فيها ترتيب اوراقنا ونفهم بعض اكتر. كل مشكله ليها حل لو في نيه صادقه. ما تخلوش كلمه جارحه تضيع عمر من العشره، وما تخليش الشيطان يدخل بينكم ويخليكم اعداء بدل ما تكونوا سند لبعض. افتكر ان الاولاد مش محتاجين بيت مثالي، هم محتاجين بيت فيه رحمه ودفء. افتكر ان كل كلمه حلوه وشويه صبر
ممكن يغيروا حياة كاملة. اتمسكوا ببعض، لأن المودة والرحمة اللي ربنا زرعها في قلوبكم أقوى من أي مشكلة. وأخيرا، اللهم اجعل بيوتنا عامرة بالإيمان، مطمئنة بالسكينة، مزينة بالمودة والرحمة. اللهم أصلح ذات بيننا، وألف بين قلوبنا، واهدنا يا رب سبل السلام. اللهم اجعل الزواج سترا وعفة وسعادة، ولا تجعله يا رب هما وغمة. اللهم ارزقنا حسن العشرة، وبارك لنا في أزواجنا وأولادنا، واجعلهم يا رب قرة أعين لنا. اللهم فرج هم المهمومين، ونفس كرب المكروبين، واغفر لنا يا رب ولجميع المسلمين. وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد. وما تنساش، لو عجبك الفيديو اضغط لايك واشترك في القناة ليصلك كل جديد. ويا ريت لو تشارك الفيديو علشان الكل يستفيد وتكون صدقة جارية لينا كلنا. جزاكم الله كل خير على حسن استماعكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.